حياكم الله. رغم الاجواء الحلوه اليوم دعبول بالليل، اجاني اتصال من صديق قال لي سالم دعبول اخوك وصديقك علي طاهر الفنان الكوميدي اللي كل العراقيين يعرفوه، حالته الصحيه كلش تعبانه، صار 4 اشهر وضربته جلطه، حرف واحد ما يقدر يحكي، ايد ما يقدر يحركها لا هي ولا الرجل. فقال احنا جايين وما نعرف شو نسوي، قلت له جيبه خلينا نوديه للمستشفى واحنا وياكم ندعي له بالصحه والعافيه، يلا مصورنا نروح للمستشفى. ومثل ما تشوفون علي حالته صعبه، دخلنا الدكتور وجايبين كل التقارير ويانا والعلاجات والاشعه، وكنا امل ان شاء الله علي يشوف فرق، لان علي 4 اشهر 5 اشهر ما شاف فرق ولا حرف واحد حكى. بعدها الدكتور قال افحص واشوف، شيكه وبعد ما شيكه طلب غريب، قال لهم للاهل خلي طلعه سالم برا عندي حكي خاص، ما راد يسمع علي. طلعته ودخلت للدكتور وقلت له خير دكتور؟ قال لي علي فقد النطق مدى الحياه. هنا قلت له الدكتور يقول يا اختي العزيزه فقط بعد ياخذ علاجات لا تصيبه جلطه ثانيه. تألمنا كلش بهاي الحاله. احنا نطلب بس الدعاء من عندكم، تدعوا له بالصحه والعافيه. علي طاهر اما اجى يوم ضحكنا مو جيل، اجيال يحبون علي طاهر، ماكو واحد يقدر ينسى علي طاهر. فنتمنى من عندكم فقط الدعاء، دعاء الغريب للغريب مستجاب. ابو حسين احنا نقول لهم لمحبينك يدعوا لك بالصحه والعافيه، وان شاء الله هاي تشافى من عندها الايد، والرجل تشافى من عندها، وعينك تشافى من عندها. ان شاء الله يدعوا لك، الله يحفظك. طيب انت للاسف يعني احنا فناننا العراقي بس يوقع يتغير حاله، يعني ماكو حد يوقف له ولا حد يوصل له للاسف. ودائما يقولون سالم دعبول ايش عندك انت دائما ويا الفنانين؟ يعني انا مو فقط صديق او ابو مطعم، لا انا مقدر ظروفهم، وهوايه فنانين نعرف وضعهم، بس يوقع تختلف من حال الى حال. اللي يروح الدكتور وبعد رب العالمين يكون عنده امل، بس احنا للاسف من رحنا للدكتور وطلعنا فقدنا الامل. املنا فقط دعائكم انه على الاقل يتحسن فد 20%. اللي يحب يزور علي والمحب العلي والصديق العلي يدخل خاص، والادمن يعطيه رقم التليفون ويزوره للبيت. وزياره المريض واجب. تحياتي لكم، اخوكم سالم دعبول.